يا مساء الفل، تعالوا بقى واسمعوا له صوت القرمشة والجبنة السايحة. احلى طريقة ميكس جبن عملتها بجد في حياتي مع السمبوسة، غيرت طعمها خالص. قرمشة 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 بدون زيت. هنعمل السمبوسة في الاير فراير. هنعمل خلطة جبن جميلة جدا، جبنة نستو، جبنة موتزاريلا، وجبنة فيتا كمان. 3 جبن دول مع بعض بيعملوا ميكس خطير وسايح كده، وما يكشش معاكي وانتي بتعمليه في السمبوسة. وهنحط عليهم رشة من حبة البركة، دي اختياري براحتك. بعد كده هنقلب ميكس الجبن ده مع بعضه. واللي هيضايقنا شوية في التقليب هي الجبنة النستو. هنحس كده انها تقيلة شوية، بس هي بتدي طعم جميل وقوام كريمي. وطبعا الموتزاريلا بتدي كده طعم تاني ومطة. وكمان الجبنة الفتة بقى بتساعد ان كل المكونات دي تبقى سايحة كده مع اختيارات حشو بعضها السمبوسة وبتضاعف كتيرة الكمية. جدا جدا، ممكن ده لدرجة احلى تحشيها ميكس كمان جبن سجق. انا عملته. انتي وذوقك. هقول لكم على لفتين للسمبوسة، الاتنين بيبقوا حلوين. ممكن ناخد كده حتة، بنغمس حتة كده شايفين من الجبنة، ونبدأ نطبقها مثلث يمين ومثلث شمال، مثلث يمين ومثلث شمال. الطريقة دي للمبتدئين، لو انت مش عارفة تلفها خالص بتبقى سهلة. الطريقة الأحلى منها هقول لكم دلوقتي، أحلى في التحمير وأحلى في الشكل كمان. دي الطريقة التانية، ان احنا بناخد ورقة ونعمل زي كده قرطاس. يعني مش عارفة اوصفها لكم ازاي، قرطاس كده، وبنبدأ نطبقه. وهعمل برضو معاكم تاني عشان تشوفوا شكلها. معايا بقى طبق فيه مية ودقيق يكونوا شبه سايلين كده، شايفين؟ العجينة دي بنقفل بيها السمبوسة عشان ما تفتحش ويبقى شكلها مش حلو، سواء هتقليها او هتعمليها في الاير. شايفين بقى اهو القرطاس اللي بقول لكم عليه. وطبعا شفتوا الفرق بين الشكلين، الشكل الاول والشكل التاني. الشكل التاني عامه هو الشكل الاشهر للسمبوسه، وهو الشكل الاحلى كمان كمنظر وكتقديم. والحته اللي فاضله دي بنحط كده ميه ودقيق ونقفل خالص عشان ما تفتحش مع الزيت وانتي بتقليها، وتحس ان هي شاربه زيت من جواها. فلازم تقفليها كويس بالميه والدقيق، تبقى زي عجينه كده. وتقفليها من كل الجوانب، يعني حتى لو انتي خلصتيها وحسيتي ان هي مقفوله من حته، مفتوحه من حته شويه، قفلي عادي بالميه والعجينه دي عشان خاطر ما تشربش اي زيت وتنفخ معاكي، وحجمها يبقى حلو كده منفوخه زي ما شفتيها اول الفيديو. ما تبقاش مبططه وما تبقاش شاربه زيت. في اي فتحات في الجوانب لازم تعملي ايه، تحطي عليها مسحه كده بصبعك من الدقيق والميه. ادي القرطاس اهو، شايفينه؟ بصوا اهو قاعدته تحت. وهنحط كده حشو الجبنه بالمعلقه. بفضل طبعا ان انا اخد بالمعلقه عشان بتبقي عارفه الكميه اللي بتحطيها في كل واحده. حبيت اوريكم برضو كذا شكل وكذا طريقه. بتاخديها بقى طبعا كده زي ما انا عملت على ترابيزه على جنب كده، مش في المطبخ خالص لانها بتاخد وقت بصراحه في اللف. إيه، فعشان تخلصي الكميه اللي عندك. وممكن تعملي، انا بعمل اللفه كلها، يعني بعمل الكميه كلها بتاعه لفه واحده من السمبوسه وبشيلها في الفريزر. حابه تقليها كلها لو عندك عزومه، او حابه تقلي كام واحده بس لو انتي واسرتك صغيرين، مفيش مشكله، بتبقى عندك في الفريزر ما بيحصلهاش اي حاجه. تمام. ادي المثلث اهو تاني. ودي احلى من الطريقه الاولى كشكل وكمنظر في التقديم، وكل حاجه بصراحه احلى. بصوا، انا بقى هنا عندي سخنت الفرايه على 200 وسبتها تشتغل 3 دقايق تسخن قوي، 3 دقايق او 4 دقايق. وبعد كده هضيف السمبوسه بتاعتي بعد ما الفراير تسخن، وهسيبها بقى تكمل. بعد ما ضفت السمبوسه كده، بعد ما الفراير سخنت هسيبها تكمل. شايفين بقى المنظر من غير زيت من غير اي حاجه. ممكن اديها بس مسحه بسيطه زيت كده عشان تبقى تاخد طعم. في حتت بقى كده فتحت الجبنه نزلت منها، ما علينا، كانت حاجات بسيطه يعني مش كتيره.
لان العجينه كانت عندي اللي هي بتبقى متفرزه بقالها كتير في المحل تقريبا، فكانت بتنشف معايا. ادي هي العجينه، سامعين بقى التخبيط عليها ناشفه ازاي، قرمشه جدا. وعايزه اوريكم برضو شكلها من جوه عشان اثبت لكم ان هي طريه ومستويه خالص، مفيش اي مشكله في العجينه. بصوا حلوه ازاي. الحاجات الحمرا دي اللي هي الجبنه لما اتحمرت شويه لما طلعت. بصوا دي الاير فراير بتاعتي اللي انا اشتغلت بيها، طريقه ناجحه كمان. لو هتعمليها في الزيت هتبقى جميله برضو. بصوا، يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ورمضان كريم، يا رب يجي على رمضان ايام سعيده عليكم. ما تنسلوش تعملوا لايك وتعليق حلو زيكم كده. وتعالوا بقى شوفوا لي الطراوه من جوه والجبنه السايحه والقرمشه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.